شوف الماتش تاع بايرن ميونخ كونتر باريس سان جيرمان افضل مباراة في تاريخ دوري الابطال وليردها علي من يستطيع. صاحبي صراحة هذا الماتش ختم الجودة الفنية والتقنية والتكتيكية تاع كرة القدم، جنون واش شفنا اليوم. هذا الماتش والله صراحة نورمالمون يكون فينال تاع الشامبيونز ليغ ماشي دومي فينال، وعزانا الوحيد انه الشامبيونز ليغ ما راحش تخرج من بين هذا الزوج، لانه على حساب واش شفت اليوم ما كاش اللي يقدر يوقف كونتر هادو لي دو زيكيب. اليوم هادو الزوج طبقوا حرفية مقولة افضل وسيلة للدفاع هي الهجوم، لانه ما نظنش كاين دفاع في اوروبا يقدر يوقف قدام المد الهجومي تاع الباير اللي فيه اوليسي وكين ودياز، والمد المرعب تاع البي اس جي اللي فيه ديسيري دوي وديمبيلي وكافاراتسخيليا. انا صراحه تبان لي انه هذا الماتش لازم يديروه ريفيرونس لكل جوار حاب يعرف المعنى الحقيقي تاع كره القدم، خاصه بالنسبه للاعبي الوسط والمهاجمين. ابسط مثال انك تشوف انت هاري كين اللي يلعب راس حربه كيفاش يعاود يرجع يديفوندي بلا كلل ولا ملل، وكيفاش يزيد الزياده العدديه في وسط الميدان، توحد الاله صراحه. نفس الشيء بالنسبه للويس دياز اللي مدرس كل الاجنحه اللي دايره في بالها باللي الايلي يبقى على الخط ويستنى يمدوا له بالون. واش راك حاب نزيد نهضر على اوليسي اللي لو كان حرفيا جا ليكيب ناسيونال راه داك الرياض محرز، ولا على ديسيري دوي اللي قاعد يدير في العجب، ولا على عثمان ديمبيلي، وعلى شكون تهضر ولا شكون تثني. صافي نعطيها لك اللي يقول لك هذه افضل مباراه في تاريخ دوري الابطال، قولوا ايه عندك الحق، لانه المتعه اللي شفناها اليوم حاجه بزاف فخمه والله. غير صراحه رانا بزاف محظوظين بمشاهده هكذا دي ماتش، وانه كاين قاره راه يتصدر لنا في هذه المتعه اسمها اوروبا.